السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم جيدة يا رب. اسمحوا لي اليوم على الصوت الموطو، انايا صوتي عن شويه. اليوم غادي نوجد معكم الكراس كما تشوفوا هنايا تيجيو قطنيين وتيجيو رائعين بزاف. تيجيو شاشين، تيجيو خاويين من الداخل، يعني تيجيو مفشفشين كما تنقولوا باللغة العامية. مرحبا بكم فيديو، ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تتبعوا الفيديو الاخير بالنسبه للناس اللي ما تيصدقش ليها، اولا الناس اللي يعني باغا تجربوا، فهو سهل، طريقه سهله كما غادي تشوفوا معايا اليوم في الفيديو. ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. هنايا في واحد الاناء غادي نديرو جوج ديال الكيسان ديال الماء ديال الحليب دافي، دفيته من قبل. وغادي نزيد معاه واحد جوج معلقه ونص ولا جوج ديال الخميره. انا عندي خميره معجونه، ممكن تستخدموا الخميره حبوب على حسب متوفر. وانا عندي واحد 3 ديال المعالق ديال السكر. السكر دائما تبقى على حسب الرغبه. وانا سنخلطهم مزيان دوك المكونات باش تفعل لنا الخميره مع داك الحليب. وصافي ندوزو نضيفو المكونات اللي باقا. انا عندي واحد جوج ديال البيضات، وحده نديرها كامله، وحده غادي نخلي الاصفر نعزلو بوحديتو باش هو اللي ندهن به. ايوا بيضه كافيه باش ما نضيعش داك البيض. صافي ضفتو تا واعر. هنايا عندي واحد الكاس صغير او ما يعادل كاس لارب ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، واحد القبيصه ديال الملحه لتعديل الذوق. عفوا نخلطوا هاد المكونات كامله مع بعضياتها بحال هكا. وغادي نزيد واحد ساشي ما كاملش، تنخلو فيه واحد ربع ديال الخميره الكيماويه. انا عندي واحد شويه ديال الزنجلان وشويه ديال النافع. انا عندي النافع بلدي استعملته. صافي غادي نكتفي بجوج ديال المنسمات وغادي نحركهم كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم. عاد ندوزو نضيفو الدقيق. صافي هنايا الدقيق تنزيدو نضيفو عاد شويه بشويه. صافي نبقاو ندخلوه شويه بشويه. صافي هنا غادي نحيدو العجينه بدات تقل لنا، غادي نحيدو الطراب وغادي نستعملو يدينا باش نجمعو العجينه. صافي بلا ما تنعجنو ما شي حاجه، تنحاولوا ندخلو داك الدقيق مزيان.
هنايا الدقيق عينينا ميزاننا. صافي ما هنايا اكتفيت من الطحين، صافي ما بقيتش غادي نزيد ندخل الطحين. العجينه خصها تجيني بحال هكا خفيفه بزاف تلتصق في اليد، بحال هكا كما تشوفوا. هنايا غادي نزيد لها واحد جوج ديال المعالق ديال الزيت. ممكن ديروا الزبده بلاصه الزيت، لكن انا درت الزيت هنايا. وصافي من بعد ما تديروا الزيت صافي ترجع تتجمع عادي، واخا تكون تلتصق في اليد. الزيت يعني تيخليها انها تعطيك كما تشوفوا في الفيديو اهو. صافي العجينه ديالنا هي تجمعات. تكون رطبه بزاف باش تيجي القرص خفافين. صافي هنا خليتها خمرات مزيان، ضاعف الحجم ديالها بحال هكا. صافي تنجيو نخويوها من داك الهواء اللي فيها، ونبداو نشكلوا فيها. صافي بحال هكا نحاولوا ندوروها. واحد لاطه اللي تكون مدهونه، وتكون مسخنين الفران ديالنا. صافي انا من بعد ما كملت الكميه ديالي قرصتهم بهذه الطريقه هذه. هبطهم شويه باش يجيو يعني ما تيجيوش من الداخل دايرين، يعني لا تتنفخوا في الفران حيت يعاودوا يختمروا. واهم حاجه هو اننا دابا في هذه المرحله دابا نخليهم يعاودوا يخمروا حتى يضاعف الحجم ديالهم في شي بلاصه تكون سخونه، ونغطيوهم. صافي هنا من بعد ما خمروا لنا كما تشوفوهم حتى تيخمروا تماما، عاد نديروا لهم هنايا صفر ديال البيض، خففتو بشويه ديال الحليب ودهنت به. عفوا هنايا اللي خاص يكون الفران سخون قبيله غلط. هنايا خاص الفران يكون ديالنا سخون بصافي تندهنوهم، تندخلهم الفران مباشره. صافي هنايا تنزيد شويه ديال الجنجلان من الفوق للتزيين، وفهو اختياري كل واحد شنو تعجبو، واش ممكن تستغناو عليه. هنا شويه ديال الجنجل خضر يعني منقي وصافي، انا هو مازال يتحمر في الفران. وصافي تنصاوب لاطه ديالي بجوجهم بحال هكايا بنفس الطريقه. هاد العجينه هادي تتخرج لنا تبارك الله كميه يعني كبيره. صافي هنايا دخلتهم الفران حتى طابوا من التحت ومن الفوق، وهذه هي النتيجه. وهنايا شوف كيفاش تيجيو تبارك الله، تيجيو مذهبين وتيجيو قطنين، يعني ما تيجيوش
من الداخل مدقسين ولا شي حاجة. المهم ان العجينة تكون خفيفة. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنسونيش من الدعم ديالكم.